يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض ورقة اللحمة بطريقة رهيبة جدا جدا. طعم والريحة حاجة بجد هتتبهروا بيها ومش هتبطلوا تعملوها. كانت حلوة جدا جدا فوق ما تتخيلوا، واللحمة مستوية وما خدتش وقت خالص خالص في السوا. يعني بجد الخضار تحفة واللحمة تحفة وكل حاجة فيها كانت حلوة. حرفيا هتعملي احلى غدا في ساعة واحدة بس، والطعم مختلف خالص خالص. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. جبت بقى جريل كده، نزلت فيه بقطعة من الزبدة، وبعد كده اسيبها بقى تسخن كويس جدا. كده كانت خلاص سخنت. هنزل بقى فيها بقطع اللحمة. هنا معايا بقى قطعية اللحمة ديت من عرق. تمام، انت ممكن تستخدمي اي قطعية، المهم تكون بتستوي بسرعة، سواء ستيك او ممكن تستخدمي عرق زيي. واهم حاجة تكون الشرايح بتاعتها مش سميكة عشان ما تاخدش منك سوا، لان هي الوصفة ديت عايزة شرايح تستوي بسرعة. فاهم حاجة تتأكدي منها ان هي تكون سمكها كويس وتكون بتستوي بسرعة. تمام. هنزل بقى بكل قطع اللحمة اللي معايا. عايزاها بقى تاخد لون حلو كده، عايزاها تاخد بقى اللون البني، مش اللون الرمادي اللي هو كأننا سالقين اللحمة كده، لا انا عايزاها تاخد اللون البني بتاع التحمير. عايزين ندي اللحمة لون حلو جدا، فانا عايزاها اعلي عليها النار. النار تكون عالية عشان انا مش عايزة تنزل مية خالص. عايزاها تحتفظ بميتها جواها كده، وعايزة اديها لون بوضعها زي ما هو. تمام. رشيت بقى رشة من الزعتر والروزماري المجفف، ورشة فلفل اسود. لو ما فيش هنرش رشة فلفل اسود بس، المتاح عندك حطيه. كده كانت خلاص بقى بدأت تاخد لون حلو معانا. هنبتدي بقى كده نقلبها على الناحية التانية عشان تاخد لون من الناحيتين. لازم تتأكدوا ان هي تاخد لون كويس، مش الشكل بس، احنا عايزينها، ده هيفرق قوي في الطعم وفي السوا بتاعها وفي كل حاجة. تمام. عايزه اقول لكم ريحه الروزماري والزعتر كانت تحفه بجد، يعني ده بيديها اضافه حلوه قوي في النكهه بتاعتها، بيخليها تحفه. تمام. طلعت خلاص اللحمه بعد ما خدت لون من الناحيتين، ونزلت بمعلقه زبده في نفس الطاسه. كده بقى ايه، والطاسه سخنه كده، يسيحوا بقى كويس. وهنزل معاها كمان بمعلقه زيت. تمام. وهكون بقى محضره خضار بقى، هيبقى معانا بصل، هيتقطع جوليان وفلفل اخضر وبطاطس وجزر، اي خضار عندك تقدري تحطيه. تمام. ولو في فلفل الوان برضو يبقى يا ريت، كوسه حابه تحطي، تمام. كرفس، اي حاجه انت بتحبيها في الخضار حطيها، المتاح عندك. تمام. هنزل بقى بيها، ولو تلاحظوا انا مقطعه المكعبات سميكه شويه عشان على ما اللحمه تستوي ما يكونش الخضار اتهرى معايا. هندي بقى الحاجات دي كلها تقليبه مع بعض كده. لو تلاحظوا بقى بدأت تاخد الخضار، بدأ ياخد الحروقه اللي في الطاسه مكان اللحمه، وده اللي انا عايزاه. هنا بقى نزلنا برشة حلوة كده من الحبهان المطحون. مش عايزة حبهان حب، لا لا لا، احنا عايزينه مطحون. مش هينفع في الوصفة دي غير المطحون، يا اما ما تحطيش. تمام. ونزلنا برشة كبيرة من الفلفل الاسود، ونزلنا بتوم بودر وبصل بودر ورشة كزبرة. ماشي، كزبرة ناشفة. تمام. وهنقلب كده تقليبة حلوة كده، نطعم الخضار اللي معانا. وبعد كده هنزل بمكعب مرقة، تقدري تستغني عنه لو انتي هتستكفي بالملح بس، فما فيش مشكله. ورشينا رشه خفيفه من جوز الطيب. تمام. وهننزل بقى عشان مكعب المرقه، ننزل بصوا يعني اقل من نص كوبايه ميه، حاجه خفيفه قوي يعني، حاجه بسيطه، ربع كوبايه تقريبا. كده تاني نقول معانا حبهان بودر وفلفل اسمر، وحطينا كزبره ناشفه وتوم بودر وبصل بودر ومكعب مرقه، وحبهان مطحون، وحطينا كمان رشه جوز الطيب. تمام. واخر حاجه كده كانت معانا مكعبات الطماطم، انا مرضتش احطها مع الخضار في الاول عشان مش عايزاها تنزل اي ميه خالص. تمام. بضيفها في الاخر كده، اما احس ان انا خلاص تمام الخضار هيترفع بقى من على النار. وخلاص كده بقى ظبطت الملح،
وهدي بقى نزلت اللحمه وهديهم بقى كلهم تشويحه مع بعض كده، مجرد تشويحه مش اكتر، يعني انا مش هخليها تطول كده. خلاص بقى هما كده خلاص تمام، خدوا من طعم بعض كويس جدا. هجيب بقى معايا اي صينيه كده وفرشتها بالفويل. تمام، حطيت طبقه فويل كده. وطبعا غلط جدا ان احنا نحط الاكل مباشر على ورق الفويل، فهنقدر ان احنا نحط ورق زبده. فاللي مش عنده طبعا هيعمل ايه، هنحط ورق ابيض عادي تماما، بس المهم ما يكونش فيه اي طباعه او اي كلام. تمام، فانا حطيت ورق ابيض وزعته كده كويس، وهنزل بيه بقى بالخضار عليه كده. ما تقلقوش، مش هيفرق خالص خالص عن ورق الزبده يا جماعه، والله عن تجربه. تمام. هنزل بقى كده باي سباتولا كده، انضف الجريل كويس. وبعد كده هبدأ بقى اقفل عليه، هقفل الورق الاول. عايزه اقول لكم الريحه والله كانت فظيعه. امشوا بنفس الخطوات كده بالظبط وهتدعوا لي، والله العظيم تحفه تحفه تحفه، جميله قوي. كده خلاص بقى هنقفل عليها. قفلي عليها كويس، اكتميها بحيث ان ما يوصلهاش اي هوا. عايزين نقفل عليها كويس. انا هغلفها بورقه فويل كمان من فوق عشان اتاكد ان هي مقفوله وملفوفه كويس جدا. تمام. هكون بقى مسخنه الفرن، ماشي، رف اوسط 180 درجه. وكده خلاص بعد ما طلعت بالسكينه كده وفتحتها اكس كده من فوق، نبدا بقى نفتحها كده. بسم الله. عايزه اقول لكم الريحه يعني بجد بجد حاجه مش ممكن، رهيبه والله، حلوه قوي قوي يعني. انا واثقه ومتاكده دي حاجه اضمنها لكم ان شاء الله تعجبكم قوي، وان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها خالص. الريحه فظيعه واللحمه دايبه جدا جدا، والخضار كمان مستوي وطعمه تحفه. هسيبكم انتوا تجربوا وتحكموا بنفسكم على الطعم، وما تجربوها اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي عملت معاكم ايه. الف هنا وشفا على قلوبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك والاشتراك. اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.